زراعة قصب السكر باستخدام شتلات وتحت نظام الري بالتنقيط. دي حالة الشتلات بعد مرور حوالي شهرين من نقلها إلى الأرض المستديمة. لو بصينا هنلاحظ إن فيه زيادة في معدل التفريع، عدد الأفرع للشتلات زي ما احنا شايفين، ونظام الري بالتنقيط. هنا الفدان بياخد 7000 شتلة. لو بصينا هنلاقي معدل التفريع عالي، يعني بعد مرور حوالي شهرين لو بصينا هنلاقي مثلا دي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 نبات. اللي جنبها مثلا ديت فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لو شفنا دي هنلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. نشوف اللي بعدها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. واضح معدل التفريع العالي، وده بينبئ ان ممكن يكون عندي محصول جيد. الارض الخدمة فيها جيدة، تم تنظيف الحشائش، بيتم الري بالتنقيط طبقا لجدول محدد، بحيث ان الفدان يتحصل في نهاية الموسم على 6500 متر مكعب مية. ده طبقا للأرقام الاحتياجات القصب المحسوبة في محافظات مصر العليا، ومقصود بها هنا أسوان والأقصر وقنا. النظام الري بالتنقيط فيه ميزة ان هو هيعمل عملية التسميد من خلال التنقيط، وده هيوفر كميات المية وهيوفر كميات الأسمدة اللي بيتحصل عليها النبات خلال فترة عمره، وبالتالي هيقلل كمية الحشائش وهيزيد من دخل المزارع من المزرعة. يعني احنا بنحسب مثلا هنا التخطيط على معدل 150 سنتي زي ما احنا شايفين كده، هو الخطين المسافة بينهم 150 سنتي، ومسافات بين الشتلات 40 سنتي بين الشتلة والأخرى. الفدان بيكون فيه حوالي 7000 شتلة. لو كنا بنتكلم من شوية احنا العدد اللي عندنا كان متوسط 13، فلا لو هنقول 10 يبقى أنا بتكلم في 70,000 نبات بيتم توريدهم. لو متوسط النبات لو متوسط وزن العود حوالي 20 1 كيلو، أنا بتكلم في 70 طن، وده هيزيد من زيادة، هيزيد من المحصول في وحدة المساحة، وبالتالي يصب في صالح دخل المزارع. زي ما احنا شايفين هنا الأرض تكاد تكون نظيفة من الحشائش، لأن مفيش مياه بتغمر هذه المناطق في المسافات ما بين الشتلات أو ما بين الخطوط، وبالتالي مفيش مياه كثيرة، فبالتالي الحشائش، ودي مقاومة الحشائش تزيد من المحصول وتقلل من الإصابة بالآفات والأمراض والحشرات. وزائد عن أن ممكن في إمكانية أن المزارع يقدر يعمل عملية التحميل أو ما يطلق عليه التكثيف الزراعي في هذه المساحات، وبالتالي ممكن يحصل على محصولين من ذات الأرض وفي ذات الوقت، مع توفير المية نتيجة نظام الري بالتنقيط. وبالتالي نقدر نقول ببساطة إن دي زراعة ذكية مناخيا، لأن هي بتقلل من كميات المية وبتقلل من الانبعاثات الناجمة عن زيادة المياه وركود المياه، فبالتالي زائد إن هي بتزيد من دخل
المزارع في فترة انخفاض المحصول نتيجة تأثير السلبي للتغيرات المناخية. نقدر نقول أن هذه الزراعة باستخدام الري بالتنقيط والشتلات في قصب السكر تدخل ضمن إطار العمل المناخي بجدارة وبامتياز، حيث سوف يزيد دخل المزارع، سوف يقل الصرف، سوف يقل كمية الحشائش، سوف يقل كمية الكيماويات المستخدمة، وكل هذا بيصب في الصالح المزارع. الدخل بيزيد، الدخل القومي بيزيد، الاستيراد بتاعنا من السكر هيقل، ونلتقي معكم مرة أخرى في مرحلة أخرى من حياة قصب السكر.